أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. منذ الليلة الفارطة تغيرت حالة الطقس في مختلف مناطق البلاد وتراكمت السحب واللي كانت مصحوبة بأمطار رعدية في جابس وبلي وتطاوين مع هبوب رياح الشيلي في هذه المناطق. كما شهدت بعض المناطق هطول ثلوج في عين دراهم والكاف والعاصمة، مع ارتفاع في درجات الحرارة اللي تراوحت بين 8 في مدنين، 3 في القصرين وسيدي بوزيد، 15 في البرمة وسوق لحد وجربة. كما سجلنا 40 درجة بنزرت و38 في كل من جندوبة وسليانة مع بعض العواصف في خليج الحمامات ونابل. بالنسبة لليوم درجات الحرارة تصل إلى 43 تونس، 45 نابل وسليانة والكاف، 42 جندوبة. وبالنسبة للجنوب يتواصل نزول الثلوج في بعض المناطق كيما قبلي وتطاوين، مع نزول البرد أي التبروري في مرتفعات كابس والقروان وقفصة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد، درجة الحرارة ستشهد ارتفاع طفيف في كل مناطق البلاد مع هبوب رياح قوية في الجنوب الغربي والوسط. أما السواحل، البحر مضطرب مع بداية النهار في الشمال وتتراوح سرعة الريح من 15 إلى 20 عقدة. في خليج الحمامات البحر شديد الاضطراب مع هبوب رياح شرج براني في آخر اليوم. في سواحل صفاقس ريح براني ثم شرش شلوق وتتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد والرؤية من ميلين ل3 أميال. خليج جابس يشهد استقرار الحالة الجوية وسرعة الرياح تتراوح بين 30 و 35 عقدة مع هطول بعض الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر. الحرارة في بعض العواصم العالمية: 40 باريس، 41 في كل من مدريد ولشبونة، 43 في كل من بروكسل ولندن. وفي الوطن العربي بيروت 15 درجة، الدوحة والرياض 3 درجات مع بعض السحب، بغداد ودمشق عواصف رعدية ودرجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 5 درجات. بالنسبة للمغرب العربي 8 نواكشوط، 9 الدرب بيضاء، 2 الجزائر و46 طرابلس مع هبوب بعض العواصف الرعدية ونزول البرد أي التبروري. أوقات الصلاة اليوم غد: الصبح الساعة 4:53، الظهر منتصف النهار و43 دقيقة، العصر الساعة 3:43، المغرب 5:45، والعشاء 7:30. لمزيد من المعلومات الاتصال بالموقع الإلكتروني www.tax.com. نتمنى لكم مشاهدة طيبة لبقية برامجنا وسهرة طيبة للجميع.